ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل، والنهارده هنعمل مع بعض كيكة المية. كيكة المية دي كيكة اقتصادية وسهلة وسريعة جدا، ما فيهاش بيض وما فيهاش لبن وما فيهاش اي حاجة مكلفة خالص. هنعملها بالمية. اول حاجة هجيب شفشق الخلاط وهحط كوباية سكر، انا حطيت هنا كوباية الا ربع، وبعدين هحط عليها كوباية مية تكون دافية يعني مش سخنة، لا دافية فترة جدا، وعليها الكاكاو، وهسيبهم بقى يتضربوا مع بعض كويس جدا. وبعدين احط عليها كوبايه الا ربع من الزيت او كوبايه الا ربع زيت على زبده. انا هنا حطيت زيت على زبده، وبنزلهم في شفشق الخلاط بشويش جدا زي ما انتوا شايفين كده، يعني حبه بحبه كده والخلاط شغال علشان الخليط ده يتقل معايا. ولما يتقل معايا هاخد منه، هو كده اهو تقل معايا، هاخد منه كوباية او نص كوباية، انا على قد ما انا عايزة الصوص، واخليه في التلاجة. دي الكوباية اللي هي كانت مكان الزبدة، حطيت فيها اهو كوباية الا ربع من صوص الشوكولاتة ده. هاجي بقى على الخليط بقيته واحط عليه معلقة خل، وبعدين هحط عليه باكو بيكنج باودر، يعني حوالي معلقة كبيرة. وبعدين بقى هنزل بالدقيق، هحط اول كوباية وطبعا رشة ملح، وهضربه كويس قوي في الخلاط، وبعدين هحط برضو تاني كوباية. ولو حسيتوا ان الخليط تقيل معاكوا شوية خلاص قللوا الدقيق، يا اما لو تقل خلاص منكوا ضيفوا شوية لبن وهيخف تاني. بس كده ده شكلها بقى في الخلاط. وبعدين هجيب صينية مدهونة زبدة وهنزل بالخليط، وهكون طبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 او 180، يعني من 180 ل 200. هحطها في الرف اللي في النص، طبعا ما ترفعهاش قوي علشان ما تتحمرش من فوق وتكون من جوه نية، ولازم اخبطها كده خبطتين الاول علشان يعني الوش بتاعها يتساوى كده. خلاص بقى خرجت، بعرف ازاي ان هي استوت، بحط عود خشب او يعني اللي هو بتاع الشيش طاووق او اي حاجة، شوكة، اي حاجة، المهم ان هي تطلع ناشفة ما فيهاش عجينة. دلوقتي بقى اخرمها شوية وانزل عليها بالخليط اللي هو صوص الشوكولاتة اللي احنا شلناه في التلاجة في البداية. يعني انتي كده هتعملي صوص الشوكولاتة والعجينة من نفس الخليط وفي وقت واحد. وبس كده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.